طيب لو وريتك المعادلة دي لأول مرة 100% هتفتكر إن أنا كنت قاعد على الكيبورد بظهري ومش حاسس أنا بضغط على إيه، فطلع لنا المنظر العشوائي ده. ولكن في الحقيقة المعادلة دي صحيحة جدا وكل الرموز فيها صحيحة، ولما هنضغط انتر هيطلع لنا نتيجة بيقول لنا النتيجة فولس عادي جدا، كانت ممكن تطلع ترو عادي جدا. طيب الرموز دي معناها إيه؟ وإيه اللي مخليها في المعادلة بالشكل ده؟ وايه نفهمها ازاي لما نيجي نكتبها بعد كده؟ خليني سريعا اتوجه لفورمولاز ريبون، ومن تكست بنكمل معادلات تكست اللي احنا شرحناها السيشنز اللي فاتت وصلنا لحد ريجكس اكستراكت وريجكس ريبليس وريجكس تيست. يعني ايه ريجكس اصلا؟ ريجكس دي اختصار لكلمه ريجولار اكسبريشن، وهي بعض الرموز اللي احنا بنستخدمها في بعض لغات البرمجه. 3 معادلات جدد موجودين في الاكسل معانا هنستخدمهم، وهم موجودين في في كتير من لغات البرمجه اهمهم بايثون طبعا. ففهمك للرموز دي هيفرق معاك كتير بعد كده. الرموز دي معناها ايه وازاي نستخدمها بالشكل الصحيح؟ انا عندي هنا مثال ايميل محمود @gmail.com. طيب خليني انا عايز بس اعدل على الايميل ده، هكتبه كده بالشكل ده، او خلينا نتأكد بس ايميل نقطتين فوق بعض، برضو مكتوبة غلط، اوكي كده صح. ايميل at محمود @gmail.com. طيب الرموز دي معناها ايه؟ بكل بساطة نيجي هنا نهايد، اظهر لنا معاني الرموز اللي احنا هنشتغل عليها طول السيشن. طيب اول حاجه عندنا علامه الكارت. الكارت ده اللي هو الاس. طيب بنستخدمها في ايه علامه الاس دي؟ بنبلغ بيها الاكسل لما بنيجي نكتب معادله بعد كده ان ده اول حرف او بدايه النص عندنا. بمعنى ان انا لو جيت قلت له والله ريجكس اكستراكت النص الموجود في الخليه K1 كوما، لازم طبعا اي حاجه بنكتبها في الاكسل زي ما كنا وضحنا في كتير من السيشنز اللي فاتت انها لازم تتكتب ما بين تو كوتيشنز. فانا بقول له والله ما بين تو كوتيشنز وهعمل علامه الاس اللي عندي وقفلت القوس، فراح ما طلعليش ولا حاجه، ما طلعليش ايرور، ما طلعليش اي حاجه. طيب لو انا عايز استخرج النص الموجود في الخليه دي، طيب النص ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن مجموعة من الأحرف. طيب أكتبها ازاي؟ لازم أحطها ما بين تو براكتس، ما بين قوسين الأقواس المضلعة بالشكل ده. فخلينا نضغط، راح قال لي ايرور فاليو. طيب أمال نعملها ازاي؟ طب لو أنا كنت جيت ما بين القوسين دول ورحت قلت له من A to Z، راح قال لي E. إذا لما أنا استخدمت القوسين وكتبت ما بينهم من A to Z طلع لي حرف الاي. الاي ده هو اول حرف موجود في الخلايا كلها، مش بس في كلمة ايميل، في الخلية كلها. طيب لو انا كنت جيت قبل البراكتس دي ورحت حطيت علامة الاس عندي، نفس النتيجة. اذا وجود العلامة دي من عدمها حاليا ما فرقش. طيب لو انا كنت جيت قلت له والله من A to Z ولكن انا عايزك تبحث لي عن حروف متكررة، راح قال لي برضو حرف الاي. الله، طيب امال اظهرها ازاي؟ طب انا عايزك تكتب لي تبحث لي عن حروف كابيتال وحروف سمول. في اللحظة دي أظهر لي كلمة إيميل كاملة. إذا لما أنا كنت كاتب له من A إلى Z كابيتال كان بيدور لي بس على الحروف الكابيتال، واللي هو ما كانش موجود في الخلية كلها غير حرف الإي. إنما لو ما قلت له كمان ابحث لي عن من A إلى Z كمان سمول، فراح أظهر لي كلمة إيميل كاملة. طب لو أنا كنت عملت له ابحث لي عن من A إلى Z بيبتدي النص من بداية النص عندي من A إلى Z، فراح قال لي مفيش نص عندك بيبتدي بحرف سمول. طب لما شلتها راح قال لي حاضر هبحث لك عن كل الحروف. كل الحروف دي اللي هي ترمز ليه؟ لعلامة البلس، لأن تكرار مرة واحدة أو أكتر إن أنا ببحث عن حاجة ممكن تبقى موجودة أكتر من مرة، اللي هو الحروف نفسها، حرف الإم موجود كذا مرة، حرف الإي موجود كذا مرة، وهكذا. طيب لو أنا كنت جيت رجعنا تاني عملنا علامة
بداية النص راح قال لي ان ايه. طيب هنشيل علامة بداية النص وهنقول له طيب انا عايزك تبحث لي من A الى Z كابيتال ومن A الى Z سمول، وكمان انا عايزك تبحث لي عن ارقام من 0 الى 9. قال لي تمام، بس انا ما لقيتش عموما. طب لو انا كنت جيت هنا في الايميل عندي رحت كاتب كلمة ايميل 15، راح قال لي اه يعني في اللحظة دي لقيت لك النص اللي انت بتدور عليه بالارقام بتاعته. طيب لو انا كنت جيت هنا وقلت له والله وعايزك كمان لو لقيت علامة الات تظهرها، ولو لقيت علامة الهاشتاج تظهرها، ولو لقيت علامة الدولار تظهرها، ولو لقيت علامة البرسنتج اظهرها، ولو لقيت علامة علامة التعجب اظهرها، والاند والكارت والنجمة والدوت. قال لي حاضر، بس انا عموما ما لقيتش ولا واحدة في دول. طيب هو ليه يا محمود ما اظهرليش بقية النص؟ هشرح لكم دلوقتي. طيب هو ليه ما اظهرليش النقطتين فوق بعض؟ لان انت ما حطيتهاش، حطها مع يم وهتظهر اهي ظهرت. طيب ازاي بقى انا اظهر جزء تاني من النص عندي؟ طيب انا الجزء الاخر من النص الموجود في الخلية عندي مكون من ايه؟ مكون من ايميل 15 نقطتين فوق بعض سبيس كلمة mahmoud@gmail.com. طيب لو انا كنت جيت هنا وقلت له والله ما بين تو كوتيشنز، او خلينا نقول له كوتيشنز، او ما بين تو كارتس، عملنا سبيس، فالمفترض ان هو بيظهر لي السبيس. طب لو انا كنت كمان جيت هنا سوري قلت له انا عايزك تظهر لي زائد، خلينا نقول الات، فهو ابتدى يدور لي على النص اللي فيه حروف كابيتال وحروف سمول والكاركترز دي واللي بعده الات على طول. الزائد هنا مش معناها ده زائد الات، الزائد هنا معناها ان الحروف دي بتتكرر، لان انا لو جيت شلتها من هنا هيظهر لي اخر حرف بس. تمام، يا رب يكون الامر مفهوم. فعلامة الزائد هنا بترمز لان الامر الحرف ده ممكن يتكرر اكتر من مرة، او الصفر او الرقم ده ممكن يتكرر اكتر من مرة. تمام. طيب انا ممكن كمان احط هنا ستار، ده معناها ان الصفر ده سوري ممكن يتكرر اكتر من مرة. طب انا عندي اصفار، ما عنديش ارقام هنا في الجزئية دي، مفيش اصفار. طب لو انا كنت جيت هنا رحت كاتب 5، تمام، فهو بيدور مش لاقي. طيب بالشكل ده في اللحظة دي قال لي حاضر، موجود حروف وموجود ارقام، فانا اظهرها لك بعدها ات على طول. تمام. طيب لأننا نضغط على كنترول زد. طيب لو انا جيت هنا والله قلت له طيب انا عايزك كمان ات دي يبقى بعدها جيميل، فراح قال لي حرف الجي بس. ليه؟ لان هو بالنسبه له هو مش فاهم اللي انت بتكتبه ده. طب لو انا ضغطت على الزائد قال لي موجوده. طب لو انا جيت قلت له دوت كوم زائد، فراح اظهرها لي. اذا لما انا ابقى عايز اظهر جزئيه من النص انا حافظها بظهرها بالطريقه دي. طيب هل في امكانيه ان انا اظهر علامه الدوت كوم بطريقه مختلفه؟ ممكن ناخد كل النص ده، تمام، وهنيجي نقول له and at كل ده، ونقفل القوس بتاعنا.
في حاجة غلط اكيد انا مش واخد لي بالي منها. تمام، يعني خلينا ناخد حتى ده. عادي، يعني لما جينا خدنا كل ده كوبي حطيناه هنا، هو بحث لي عن حرف مكون من كذا كاركتر، وحرف اتكون من اكتر من مرة، وكل الامور دي. طيب لو انا كنت جيت هنا، مش فاهم ماله. اوكي، علامة الكوتيشن، اوكي. طيب لو انا كنت جيت هنا رحت لاغي علامة الزائد اللي موجودة، لما باجي اضغط على انتر بيظهر لي اول حرف، لان انا ما قلتلوش الحرف ده ممكن يتكرر اكتر من مرة. طيب لو انا ضغطت على دوت على كده، فراح قال لي دوت كوم. طيب ازاي بقى اظهر دوت لوحدها؟ في اللحظة دي الغاء المعنى الخاص بالرمز، يعني انا عايز اقول له ان الرمز ده تعامل معاه على انه رمز مش اي حرف. في اللحظة دي لازم احط قبله السلاش. في اللحظة دي قال لي سلاش دوت. طيب نكمل بقية النص بتاعنا بنفس الطريقة، هيوصلنا للنتيجة اللي احنا عايزينها. ده طريقة استخراج النص من الخلية اللي احنا شغالين فيها باستخدام الريجكس. قد تبدو صعبة في البداية، ولكن حقيقي مع الممارسة هتلاقيها سهلة جدا. انت مجرد بس بتكتب من A to Z capital A to Z small من 0 ل 9، وحط الكاركترز اللي انت عايزها، واهم حاجة تبقى ما بين تو براكتس، الاقواس المضلعة. وطبعا كل حاجة احنا بنكتبها ما بين التو كوتيشنز. في الوهلة الاولى تحس انها صعبة، ولكنها تافهة جدا. طيب لو انا عايز استخدم equal regex ريبليس، عايز استبدل النص بتاعي ده كوما، عايز تستبدل ايه؟ والله انا عايز استبدل الات كوما. عايز تستبدلها بايه؟ بدوت. فراح قال لي محمود دوت جيميل دوت كوم. ليه؟ لان انا خلاص قلت له انا عايزك تستبدل لي علامه الات بدوت. طب لو انا كنت ما بين التو كوتيشنز وقلت له اوبا، راح قال لي محمود اوبا جيميل دوت كوم. فالموضوع بسيط جدا. طب لو انا كنت جيت عدلت هنا، رحت كاتب علامة الات على طول ما بين من غير البراكتس، شغالة. طب لو انا لما جيت هنا رحت شايل الكوتيشنز، راح قال لي لا، او سوري قال لي لا، كده في مشكلة. طب لو انا كنت ما بين التو كوتيشنز قلت له محمود ات، فراح غير لي شال لي كلمة محمود ات كلها. فالريبليس سهلة جدا. تمام، انت بس بتستبدل نص بنص، او قيمة بقيمة، او رمز برمز، عادي جدا. طيب اما الريجكس تيست دي معناها ايه؟ انا بتاكد ان النص ده الموجود في الخليه A2 او الخليه K2، تمام، او K1، في حاجه من الحاجات اللي احنا كاتبينها ولا لا. يعني لو جيت هنا قلت له والله هل النص بتاعي او ال القيمه الموجوده في الخليه A1 دي بتبدا ليه؟ بتبدا لان انا حاطط له علامه بدايه النص، بتبدا بحروف كابيتال او سمول او ارقام او رمز من الرموز دي، وبيجي بعدها حروف وارقام ودوت وداش كمان، وبيجي بعدها دوت وحروف وارقام وبلا بلا 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 بلا، والحرف ده اتكرر مرتين او اكتر، والنقطة دي هي اخر حاجة، ده نهاية النص عندي. راح قال لي انتر فولس. ليه؟ لان هو ملقيش القيمة دي. طيب لو انا كنت جيت للخلية دي ورحت شايل كلمة ايميل 15، راح قال لي ترو. ليه ترو؟ لان في اللحظة دي قيمة الخلية بقت صحيحة. هو فعلا الخلية ابتدت بنص وحروف اتكررت اكتر من مرة، وممكن يبحث لي عن رمز من الرموز دي، وجه بعدها ات،
وبعد الات جالي حروف كابيتال او سمول او ارقام او دوت واتكررت اكتر من مرة، وبعد الجزئية دي من المعادلة في عندي دوت وفعلا الدوت موجودة، وبعد كده حروف وارقام، والحروف والارقام دي موجودة مرتين او اكتر. يعني ايه مرتين او اكتر؟ يعني انا لو كنت جيت هنا قلت له at c هيقول لي فولس. ليه؟ لان القيمة اللي بعد الدوت، الحروف والارقام دي ما كانتش مكونه من حرفين او اكتر، وهما كانوا اخر حاجه في المعادله. لا، هي كانت مكونه من حرف واحد. طيب لو انا كنت جيت هنا قلت له ات دوت اوبا، اوبا دي مكونه من كام حرف؟ واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة. تمام. طيب سبعة، لو انا كنت جيت هنا قلت له مكونه من تمانية او اكتر، راح قال لي فولس. طب لو سبعة، قال لي ترو. دي الريجولار اكسبريشنز الموجوده في معادلات الريجولار اكسبريشنز، تكست او ريبليس او تيست الموجوده في الاكسل. مهم جدا حقيقي انك تبقى فاهمهم، لان هم هيساعدوك بشكل كبير جدا في البرمجه بعد كده. اتمنى يكون الشرح افادكم، ولو اتلخبطت ممكن ترجع للفيديو وتعيد الجزئيه اللي تهت فيها اكتر من مره. كل سنه وانتم طيبين، ما تنساش تعمل سبسكرايب وشير للفيديو علشان تفيد بيه غيرك.